السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ الفيديو بتاعنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله ما شاء الله. جاي لكم النهارده بفيديو جديد. ده سمك بلاميطة هو مش كبير، يعني انا اللي عايزاه الحجم ده عشان ما بحبش الكبير قوي. يعني الكبير ده حلو، هعمله سنجاري. الكبير بقى بيبقى احس ان هو يعني تخين شويه كده وما بقاش ايه حلو يعني معانا. فده حجمه حلو بالنسبه لي، يعني اللي عايز بقى يجيب حجم كبير يجيب حجم زي ما هو عاوز. يعني ده هننضفه مع بعضنا اهوت وهنعمله سنجاري ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. طبعا بنشيل ده الزعانف بتاعته كده اهيت كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الراس احنا مش بنحتاجها في حاجه يعني. في زعانف اهي لسه، اي زعانف بقى بنشيلها وبنفتح السمكية كده من ورا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكرة انا بحب اغسل السمك في المصفى علشان ما ينزلش حاجة مني في قلب الحوض، فدايما بحب اغسله كده على طول يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بفتحها كده اهي، اطلع بقى اللي في قلبها. اعزكم الله يعني، معلش كده. هبدأ بقى هعمل الكمية كلها وبعدين اغسل مرة واحدة اهي. كمان واحدة عشان اعرفكم بس اني بفتحه ازاي. طبعا في ناس بتحب تفتحه من قدام من بطنه عادي يعني، لكن انا السنجاري بقى بيبقى ايه حلو ما تفتحيه من ورا، بيبقى سهل كمان في الغسيل اكتر من انك تفتحيه من قدام كده اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. هو البلاميطة او البوري هو اصل السنجاري يعني. بعدين بقى نبدأ نغسل اهوت، ننضف كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. دي فرشة بحب اغسل بيها السمك، نضف بسهولة معايا. فرشة يعني مخصوص للسمك، مش بنستعملها يعني، ده مخصوصة للسمك كده. هو طبعا لسه بيتغسل مرة واثنين وثلاثة. اهوت ايوه. اي حبايبي، في عندنا برضو فريق تاني ما بيحبش السنجاري، جايب برضو سمك بوري بولتي اهوت. ده هنحمره ونحطه في الصلصة ان شاء الله. برضو هننضف مع بعضنا اهوت، نشوف طريقة تنظيفنا وغسلنا ازاي اهوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس بقى عندنا في اللي بيحب السنجاري وفي بيحبش ما بيحبش السنجاري، فده موجود وده موجود ان شاء الله. يا رب تكونوا بخير يا حبايبي وبصحة وسعادة يا رب، وربنا يبارك لكم في حياتكم. كل عام وانتم بخير. ده بقى انا عندنا بفتح الراس كده وانا بنضف برضو. ايوه بس حابه اوريكم انا بعمل ايه بعد كده بقى. ايوه بطلع برضو عين السمكه كده اهي، ما بسيبهاش برضو، اطلعها قشره كده برضو. طبعا كلنا عارفين بنغسل ازاي وكلنا شاطرين والله، بس ده احنا فيه يعني بنذكر بعضنا بس. بجيب برضو الفرشة اهي، استخدمها الفرشة دي للسمك مخصوص. على فكرة يا حبايبي، في هنا ملحوظة يعني او معلومة ممكن في ناس عارفينها وفي ناس لا مش عارفينها. دهيت انا بفتح الراس كده بس مش بقطع الراس بحل، طبعا بفضل اغسل كده في جلد في حتة هي، يا رب تكون واضحة. دي لازم تطلع من السمكة، دي اللي مطلعتش من السمكة دي بتخلي ريحة الزفرة ريحتها زفرة. دي بتبقى حتة زي معرفش هي لسان ولا ايه مش عارفة يعني، بس ده انا بحب اطلعها اهي اهي. دي بحب اشيلها كده وانا بنضف كده اهي. تحس بقى ان السمكة كده نضفت وما عادتش حتى فيها اي حاجة اهي. طبعا لسه هكمل غسيل يعني اهي، سمكة اهي نضيفة، طبعا لسه هكمل غسيل. شايلة العين بتاعتها اهي اهي. بحب اشيل العين عشان بتبقى تفرقع في ساعات في الزيت يعني، فربنا يسترها معانا جميعا يا رب يا حبايبي. اي حبايبي ده هو طبق فيه دقيق وفيه طماطم وفيه ليمون وفيه ملح، وفاكرين البرتقان اللي عملنا منه العصير وانا قلت لكم ان انا مش هستغنى عن القشر بتاعه اهو، عشان هنغسل بيه، هنحطه في ميه الغسيل وفي ميه النقع. والسمك هنغسله هو طبعا اتغسل كام فم يعني. يا حبايبي انا هنا قطعت 3 بصلات كبار، قطعتهم يعني جوليان يعني نص دواير كده يعني زي نص جوليان يعني كده اهي. معاها 3 قرون فلفل احمر واخضر، ودهوت عنق الثوم اللي احنا مفرزينه مع بعضنا
بنحطه برضو بيدي ريحه حلوه. انا مش هقطعه ولا حاجه، انا هحطه زي ما هو كده اهو، عشان انا مش بناكله، بس انا باخد ريحته بس يعني. هنا هنحط شويه ملح، نتبل برضو الفرشه دي شويه ملح كده، شويه كزبره، كمون، عشان برضو يعني ايه البصل بيبقى بيتاكل برضو تحت السمك يعني. يا اللهم صل على حضرة النبي. ده بهارات سمك، حاجات كلها حاجات بسيطة بس دي للفرشة. وبعد كده هنتبل السمك نفسه اهو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي دي الفرشة بتاعت السمك اهي. على فكرة اهوت السمك غسيل اهوت، ده البلطي غسيل اهوت اهوت. وده السنجاري اهوت برضو اهوت، نضيف زي الفل اهو. دي طماطمية على فكرة اهيت اهيت. هنبدأ طبعا انا صفيته من المية كويس قبل ما احدقه، هو لازم يتصفى من ميته اهوت. وهنبدأ نتبل بقى. دي تتبيلة السنجاري اهيت، نحط فيها الملح، معلقة ملح. طبعا ما بحبش اكتر الملح يعني، اما يبقى الملح ناقص احسن ما يبقى زيادة. بهارات سمك، دي بهارات سمك اهيت. يا رب تكون كل حاجة واضحة قدامكم. كمون، كمون طبعا بنكتر الكمون. اللهم صل على حضرة النبي. شوية كزبرة كده. هنقلب بقى كله. ده توم، ده مكعبات التوم ديت، ده مكعب التوم اهوت. طبعا بنقلب بقى كويس اهيت. هنحطه بقى هنا كده. انا بحط واحده كده وواحده كده بحيث ان الصينيه تاخد الكميه يعني اهيت. اللهم صل على حضرة النبي اهوت. لسه كمان عايزاها تاخد الكميه كلها، لان انا هحطه في الحله. انا مع طبعا الفرن يعني مش موجود، فهحطه بقى في الحله، اشغل عليه الحله يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا بيخس، بسم الله ما شاء الله. او مجرد ما يعمل شويه هيخس بقى شويه في النار، هياخد الكميه كلها ان شاء الله اهيت. كده خلاص تمام، مفيش خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم.
لازم كل التتبيله تيجي عليه كله، ميبقاش في مكان مفيهوش تتبيله عشان يبقى مملح كله حلو. مملح وحلو كده. يا حبايبي اخر واحده في السمكه اهي متبلها اهي، التتبيله بتاعتنا دي برضو فلفل احمر فلفل اخضر. يا حبايبي ده السنجاري بتاعنا النهارده اهوت، وان شاء الله بقى قالوا مش هياكلوا السمك الصلصه، ياكلوا بكره بقى ان شاء الله. يعني اكتفينا بالسنجاري بس النهارده، وده الاكل بتاعنا ودي سفرتنا اهيت، وتفضلوا معانا. وفضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.